ديانج ولا مروان عطية؟ السرعة ديانج، التسارع ديانج، قوة التحمل ديانج، القوة البدنية ديانج، الالتحامات ديانج، الاستخلاص وقطع الكورة ديانج، تغطية أجزاء كبيرة من الملعب ديانج، الشورت باص مروان، واللونج باص مروان، الفيجن مروان، الدريبل مروان، التسديد مروان، والاستلام تحت ضغط مروان. الاتنين مش مميزين قوي في المساهمات سواء الصناعه او التهديف، والاتنين مش بيلعبوا بالراس كويس، والاتنين ما عندهمش اي مهاره. بعد المقارنه هتلاقي ان الاتنين قريبين من بعض في عدد المميزات. طب ليه دايما المدربين بيميلوا ان هم يلعبوا مروان عطيه؟ باختصار شديد، الكره شقين، نص والكره معاك ونص والكره مش معاك. ديانج والكره مش معاك هيدي لك 9 من 10، لكن والكره معاك هيديك 0 من 10. ومحدش يجيب لي لقطات بتحصل كل 20 ماتش مره. الميزه بقى في مروان ان هو هيدي لك والكره معاك 5 من 10 والكره مش معاك 5 من 10. وخلينا نفسر الكلام ده بشكل فني اكتر. الاهلي بيعاني في خط الدفاع في الخروج بالكوره، مفيش ولا لعيب تقيل تقدر تطلع عليه بالكوره، فبتضطر ان انت تنزل لاعب نص ملعب الدفاعي لتحت عشان يستلم الكوره ويخرجك بالكوره صح. النقطة دي اللي بتخلي المدربين تميل لمروان عن ديانج، لأن ديانج عنده كارثية في استلامه تحت ضغط أو اللف بجسمه أو حتى الباص. نقطة كمان إن ديانج محسوب لاعب أجنبي، فمدرب زي كولر كان شايف إن إحنا محتاجين ناس تقدم حلول هجومية بكواليتي عالي أكتر من الأدوار الدفاعية. الخلاصة إن ديانج لاعب رقم 6 بس، هتلعبه رقم 8 يبقى وجوده زي عدمه وهتكون بتحرقه على الفاضي. مروان عطية لاعب رقم 6 كويس، لكن مش بنفس كفاءة ديانج، لكن كمان لو لعبته مركز 8 هيأدي الغرض المطلوب. مروان محتاج يتطور في حاجات كتير ده أكيد، لكن في الأول والآخر محسوب لاعب محلي. السؤال بقى، لو عندك ديانج ومروان عطيه هتلاعب مين اساسي؟ ولو مضطر تمشي واحد فيهم قول لي هيكون مين. لو حابين اعمل لكم اي مقارنات ما بين اتنين لعيبه اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو.